مشاهدي الفضائية المصرية في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من بلطو أبيض. النهارده هنتكلم عن المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي، والحقيقه ان هو واحد من اهم وحدات الهيئه العامه للمستشفيات والمراكز او المعاهد التعليميه. من اكبر المراكز في مصر اللي بتقدم خدماتها وليها خبره كبيره جدا، خاصه مع الاطفال المعاقين حركيا. المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي بيقدم خدماتها لمئات المواطنين اللي طبعا في حاجة ليها. تقدم خدمات تشخيصية، علاجية، تأهيلية، وأيضا تدريبية، وأيضا خدمات تعليمية، لأنها تعتبر مؤسسة تعليمية من الدرجة الأولى. هنعرف جهود الدولة لتطوير المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي، وخاصة أن هذه الجهود طبعا بتتم في دور الدولة لتطوير منظومة الصحة بشكل عام. بينورنا النهاردة الدكتورة رشا عاطف عسقلاني، عميد المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي. أهلا بيك يا دكتورة. اهلا بيكي يا استاذ دينا، ومتشكره على الاستضافه. اهلا بيكي. يعني زي ما بنقول كده، يعني طبعا المعهد ده بيوفر حياه امنه، حياه مستقله للي عنده اعاقه حركيه. عايزه اعرف طبعا كل ده بيتم عن طريق خبرات، عن طريق تقنيات. عايزه اعرف ايه التقنيات المستخدمه، ايه الخبرات المستخدمه. هو المعهد ليه تاريخ عريق طبعا. المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي حرج الاساس كان 1960، تم افتتاحه 1967 على يد نبوي المهندس وزير الصحه الاسبق. كان ليه باع في القضاء على مرض شلل الاطفال بالتعاون مع وزاره الصحه. جميل. دلوقتي هدفه الاساسي طبعا القضاء على جميع انواع الاعاقات، وخصوصا مع دخول ذوي الهمم في الدستور المصري 2014 بقى في حد بيمثلهم. طبعا دي في مبادرات رئاسيه زي 100 يوم صحه. الدوله دلوقتي بتهدف للقضاء على اي نوع من انواع الاعاقات، سواء البصريه او السمعيه او الحركيه والذهنيه اللي عندنا في المعهد. طبعا المعهد عندنا فيه حوالي 10 اقسام طبيه متنوعه، ابرزها قسم جراحه العظام، قسم الاعصاب، قسم المخ والاعصاب، قسم الاطفال، قسم الطب جميل. الطبيعي والروماتيزم والتاهيل، قسم العلاج الطبيعي، وطبعا والاقسام المساعده زي الاشعه والاسنان والصيدليه. طبعا عندنا وحده زي وحده الفسيولوجيا الاكلينيكيه، دي بتتميز بالكشف المبكر عن الاعاقات العصبيه والحركيه عن طريق رسم العصب، رسم العضلات، علاج التشنجات الصرعيه، طبعا بازهد الاثمان، سواء عن طريق جميل. علاجات نفقه الدوله قرارات او التامين الصحي، او عن طريق المجاني، او حتى لو الاقتصادي، فطبعا بتبقى بمقابل زهيد بالمقارنه مع يعني. جميل قوي. حاجه بدات لي تكمله، كنت عايزه اعرف التقنيات والخبرات، وهبتدي بقى اعرف يعني هي من فيها ايه والاقسام ايه. لكن طبعا هل احنا الناس عارفاها؟ يعني الناس فعلا عارفه المعهد القومي ده، ولا في جهل شويه من الناس؟ لا، هو طبعا المعهد ليه اسم عريق، مم. وخصوصا ان هو بينتمي لكيان هيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه، واحنا بنتميز بتبادل الخبرات بيننا وبين بعض. مم. وطبعا احنا بيجينا وبيتوفد الينا من مصر حوالي من 700 ل 1000 مريض يوميا. تمام. طبعا في ناس بيجونا من بلاد عربيه وفي من بلاد اجنبيه، مم. بالذات افريقيا. طبعا احنا علاج تشوهات العظام في الاطفال، احنا عندنا دبلومه متفرده، اه. دبلومه مهنيه بتخرج كل يوم، كل سنه عشرات من جراحه العظام الحاصلين على الدبلومه في جراحه العظام. اه. فعندنا طبعا متخصصين علميين، عندنا فوق ال50 استشاري علمي حاصلين على الدكتوراه بالتوازي مع الجامعه رائع. في الدرجات العلميه. فطبعا التخصص عندنا تخصص نادر، يعني تخصص الكشف المبكر او التدخل المبكر او علاج تشوهات جراحه العظام او مم. الامراض العصبيه في الاطفال زي التوحد وفقد طب الحركه. دكتوره كده. ده بيخلي الناس، احنا كتيرشري سنتر، اه. كريفيرال سنتر، يعني دايما الناس بعد المريض طبعا بيبحث، وبعدين في الاخر بيلاقي ضلته يا اما في الجامعه يا ايوه. اما في مكان اكسبرت زي هيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه ومعاهدها المتخصصه. طب مين المستهدفين اللي يروحوا المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي؟ هل هم المعاقين ذهنيا؟ هل هم المعاقين حركيا؟ هل هم اللي عندهم تشوهات؟ مين اللي يقدر يروح هناك؟ كل دول طبعا حضرتك، اي اه. حد، اي ام بتلاحظ اختلال في مشيه الطفل دلوقتي ما بقتش تكتفي انها تتابعه من وهي في البيت، لان طبعا بيتوفد الينا اطفال كتير بيعالجوا على اساس انهم لينا عظام بسيط، فما بال الموضوع عباره عن DDH developmental dysplasia of the hip joint، عندها اختلال في مفصل الولد او البنت، والبنت اكتر بيبقى عنده اختلال في المفصل بتاع الفخذ. مجرد عمليه بسيطه تتعمل له بعد سنه او سنتين، تمام. الولد بيبقى بيقعد عادي، بيزحف عادي في مراحله العمريه. احنا عندنا كمان خدمات اللي هي الديليد مايلستونز ايرلي اسسمنت، الكشف المبكر عن التاخر الذهني والحركي في الاطفال. تمام. اي ام حلو قوي. ممكن من عند سن شهرين تكتشف ان كان طفلها، يعني في دلوقتي امهات بيجوا مجرد للكشف، مم.
مجرد وبيتحسنوا يا دكتوره؟ يعني طبعا بيتحسنوا طبعا. تماما التدخل تماما، المبكر ولا بيبقى الاعاقه الذهنيه بتفضل على برضه؟ حسب الحاله، على حسب اه. الحاله وعلى حسب الوقت اللي انت اتدخلتي فيه. يعني عمرك ما هتكتشفي طفل وهتكتشفي تاخر ذهني او مشكله اعتلال في المخ عند سن 9 شهور زي ما تكتشفيها عند سن سنتين. نفس اه. الحكايه بالنسبه للجراحه البوزز، تستني لما يحصل كومبليت ديفورميتي، تشوه كامل في المفصل او في الطرف. انت المفروض ان انت في بتلحقيه الاول. مبكرا، وخصوصا ان احنا عندنا خدمات مميزه مش موجوده في اي حته تانية، زي معمل الحركه، زي بصمه القدم. معمل الحركه ده في حد ذاته بيتيح للجراح او للباطنه التدخل بالطريقه السليمه، امتى ايوه. يلجا للعمليه، امتى ما يلجا لهاش، امتى يكتفي انه يحول المريض على العلاج الطبيعي واعاده التاهيل. مهم. عندنا مثلا مصنع الاطراف الصناعيه، احنا برضو ده متفردين بيه. بالظبط، ده مصنع متفردين الاطراف بيه. الصناعيه ده عايز اعرف ايه المتفردين؟ المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي ايه اللي متفرد عن غيره من المستشفيات الاخرى اللي تابعه طبعا للدوله؟ طبعا كونوا معهد تعليمي، في قامات علميه، فينا دبلومه جراحه العظام. طبعا عندنا مصنع الاطراف الصناعيه، عندنا قسم الوراثه، عندنا معمل الحركه، عندنا بصمه القدم، عندنا دول مش متوفرين في اي مكان غير في المعهد؟ مصنع اه. الاطراف الصناعيه الوحيد من نوعه على مستوى الوزاره والهيئه. مم. بالنسبه لقسم الوراثه، لا طبعا هو موجود في الجامعه، بس بالنسبه للهيئه هو قسم الوراثه عندنا. مم. بالنسبه للجيت لاب، معمل الحركه وبصمه القدم، احنا بنتميز برضو بيه على مستوى الوزاره وعلى مختلف. مستوى الهيئه. مم. طبعا المالتي ديسيبلينري تيم، الاحتواء الكامل لذوي الهمم، ان هو بيخرج من العياده مم. زي ما قلت لحضرتك، علاج الصرع اللي تكلفته بتبلغ فوق ال 2000 جنيه في الشهر للمريض الواحد، طبعا في وجود اكتر من طفل معرض او اي حد كبير معرض لاكتر من حد في الاسره عنده مصاب. صحيح. مثلا العلاج الطبيعي عندنا الروماتيزم والتاهيل، احنا القسم الوحيد على مستوى الهيئه اللي بيتيح الان بيشنت ديبارتمنت فور ريهابيليتيشن، ان انت تعملي اعاده تاهيل للمرضى داخل قسم داخلي. طبعا المبادرات الرئاسيه المتميزه زي مبادره حياه كريمه، لما بيجي لنا مثلا مريضه من المنوفيه او مريض من المنيا بعد عمليه البتر اللي اتمها على خير، دوت مش هيقدر يجي ويروح كل إعادة يوم على تأهيل مركز علاج طبعا طبيعي، وتدريب، فطبعا بيقعد هو بقى. محتاج تأهيل طبي، مم. طبعا عن طريق مباشرة الأطباء في القسم الداخلي، أو تأهيل العلاج الطبيعي عن طريق الجلسات اليومية اللي لازم يبقى هو موجود في مكان. طبعا الحاجات دي خدمات بتقدم عندنا بالمجاني أو بمبالغ زهيدة، مم. ده غير إن في لجنة زكاة بتدعم المكان، والحمد لله في جميل. متابعين طبعا. عدد الأسرة الموجودة هناك قد إيه يا دكتور؟ والله حاليا بعد التطوير، يعني لان احنا بصدد التطوير 24 سرير داخلي لمرضى الطب الطبيعي والاطفال. العمليات حوالي 30 ل 40 30 سرير بس في مستشفى الجمهوريه واحمد ماهر، وطبعا ده بفضل تضافر الوحدات المختلفه واشراف الهيئه، لان طبعا في خضوعنا بعض التصدعات في البنيه التحتيه لمرحله التطوير، واحنا بصدد الانتهاء منها في سنه 25. طبعا مستشفى احمد ماهر احتوت الاقسام الجراحيه، يعني سواء اللي جراحه بيجوا لكم العظام او مفيش جراحه المخ أماكن والاعصاب. تقدروا تحولوهم هناك؟ لا، ده جراحيننا هم اللي منتدبين هناك، وهم أوكي. اللي بيقوموا بالعمليات الجراحيه زي ما قلت اه. لحضرتك. المالتي يعني هو مفيش إمكانية لعمل للعمليه، عمليات هناك؟ اقسام الجراحيه اه. كداخلي في احمد ماهر والجمهوريه، اما كخارجي سواء عيادات او طب طبيعي او تمام. روماتيزم او اطفال اه. عندنا في المعهد. اه. عشان كإقامة حتى ليهم دول متاحة؟ لو 30 سرير حضرتك قلت لي عليها في طبعا في المركز القومي موجود؟ في مستشفى الجمهوريه واحمد ماهر. اه. اه انما بس المتابعة عندكم المتابعه والخدمات التدريبية فقط التمام والتأهيلية؟ التمام، وطبعا القسم الداخلي للاطفال والروماتيزم، اه. لان دي الاقسام اللي مش محتاجه عنايه مركزه ومش محتاجه في الوقت الحالي يعني، مم. ومش محتاجه عمليات، قسم عمليات طبعا لازم. و30 سرير ده في الحاجات اللي هي يعني مش محتاجين فيها تدخل جراحي؟ تمام اي تدخل جراحي بتتحول؟ بالظبط، المستشفى تمام. احمد بهجت والجمهوريه. تمام. في قسم جراحة العظام عندكم هو مختلف، يعني طبعا جراحة العظام موجود في كل مكان، لكن هو في المركز يونيك القومي، ايوه، في المعهد القومي للجهاز للجهاز الحركي الحركي العصبي، والعصبي هو يونيك مختلف. طبعا. ايه الاختلاف علاج بالنسبة لك؟ التشوهات العظام في الاطفال، زي ما قلت لحضرتك، الام مش بتلاحظ ان بنتها مثلا مش قادره تقعد عند سن 6 شهور، بتبقى متصوره ان هي لين عظام، مم. مجرد انها تعمل اشعه بسيطه اكس راي، ودي متوفره عندنا الى جانب اشعه الدكسا للكشف عن هشاشه العظام، فيتامين د، مجرد انها تعمل الاشعات دي والتحاليل بتكتشف ان في اختلال في المفصل، بيكتشف الاب ان في ارثروجروبوزس، في تقبض مفصلي، بيكتشف ان في تشوه معين، استعدال للعظمه دي
عن طريق تمام. الجراحين اللي متمرسين في قسم علاج تشوهات جراحه العظام، ممكن يخلي الانسان يمشي بشكل عادي. يعني مجرد طرف تكميلي او طرف يعني مجرد جبيره او حذاء طبي يمشي ايوه. بيهم بعد كده لما يبتدي بقى الطفل يتعلم المشي عند سن 3 سنين او بعد كده 4 سنين، يبتدي بقى يشيل الجبيره دي ويبتدي يعني المالتي ديسيبلينري تيم عندنا اللي هو التكاتف ما بين الاقسام المختلفه سواء الاعصاب او العظام او الروماتيزم والتاهيل، وطبعا مع الاشعه والتحاليل، ده اللي بيتيح للطفل او للكبير اي مريض بيعاني من اعاقه حركيه او عصبيه فرصه ان هو يحصل على زي كونسولتو، ياخد اراء اكتر من يعرف طبيب ده اكتر جاي من من فين استشاري. بالظبط. بالظبط، سرعه التدخل. طبعا مشاركتنا في المبادرات الرئاسيه القضاء على قوائم الانتظار في جراحه المخ والاعصاب زي عمليات الديسك، صحيح. توسيع القناه الشوكيه. طبعا بالنسبه لحمله 100 يوم صحه علاج التقزم، احنا عندنا قسم التغذيه العلاجيه مفتتح حديثا. يعني انتوا حاليا في 100 يوم صحة اللي هو المبادرة اللي شغالة طبعا طبعا احنا دلوقتي. عندنا مبادره اه. اساسيه عندنا اللي هي ضمور العضلات، بس حاجه احنا اعاقات حركيه واعاقات ذهنيه. طبعا من ضمن الامراض الحركيه مش بس تشوهات العظام، في امراض ضمور العضلات وضمور العصب الشوكي. احنا عندنا 2 دكاتره مشاركين فيها، دكتوره مي محمود دكتوره هبه الله حسني، الوراثه واعصاب اطفال. طبعا ده الكشف المبكر والتدخل المبكر لامراض ضمور الاعصاب، ضمور العضلات وضمور العصب الشوكي اللي هي السمعي. نفس الحكايه بالنسبه للتغذيه العلاجيه، طبعا امراض سوء التغذيه المنتشره بين الاطفال او التقزم. مبادرات قوائم الانتظار، قضاء على قوائم الانتظار سواء في جراحات المخ والاعصاب وان شاء الله برضو في جراحات تشوهات العظام. اكتر الحالات اللي عندنا منتشرة اكتر يا دكتورة، يعني نقدر نقول في المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي اكتر الحالات المنتشرة، وازاي الام تاخد بالها وتعرف ان ده بداياته؟ للاسف طبعا حالات الشلل الدماغي، ضمور اه. المخ حتى لو كانت نسبته بسيطه، طبعا ده ممكن يبدا مع الطفل من وهو في مرحله الجنين. طبعا في حمله مبكره برضه دلوقتي للكشف عن الجينوم المصري وامراض اللي تتعلق بالجينات، ودي طبعا في حديث الولاده مش عندنا، ممكن في مستشفى الجلاء التعليمي برضه تابع لهيئه المستشفيات المعاهد التعليميه. طبعا الكشف المبكر عنها زي ما قلت لحضرتك، يعني الطفل لو ما صلبش راسه عند سن 3 شهور الام بتبتدي تشك. الاي لوك لو ما ابتداش يبص لها وعينه تيجي في عينيها اثناء ايوه. الرضاعه، برضه في بدايات لمرض التوحد دلوقتي اكتشفوا ان فيها شق جيني. فطبعا كل ما كان التدخل مبكر في امراض ضمور المخ، امراض وعيوب التمثيل الغذائي زي امراض الميتابوليك ديس اوردرز، الفينايل كيتونوريا مثلا، الطفل بيبقى شعره اشقر مثلا، لو مش حد من العيله شعره اشقر، المفروض برضو ان الام تشك. لما بيبقى متاخر شويه بتعمل له حاجه بسيطه جدا وتكلفتها بسيطه عندنا، هي جلسه تقليم ديليد ما مايلستونز تفرحش انه اسسمنت. شعره اصفر يعني. اه لو ما كانش يعني حد فيه ده ممكن يخليها تقلق. ممكن يا اسود وتجيب حد شعره اصفر تقلق. تقلق. بس فاحنا عندنا جلسات التقييم دي هي طب ده قلق في بتقيس. ايه يا دكتوره؟ ده ممكن يكون ايه؟ معلش. ممكن يكون بي كيو، مرض الفينايل كيتونوريا، بيبقى اللي هو عيب في هضم البروتينات في الجسم. فالبروتينات وبعض احيان الدهون بتترسب على خلايا المخ، فبتعمل تاخر ذهني واحيانا تاخر حركي واحيانا تشنجات صرعيه في الاطفال. ف يعني زي ما قلت لحضرتك، اي مرض خاص بضمور المخ بيأثر على الناحيه الحركيه او الذهنيه، كل ما كان التدخل مبكر كل ما اصبح في مصلحه الطفل وفي مصلحه الاسره ككل. فلازم من عند 3 اه شهور لازم يسند راسه. يسلب راسه، اه يبتدي يقعد عند 6 ولازم شهور الاي لوك تبقى باصص لها يبتدي يبص لها حتى في فتره الرضاعه، لان مرض التوحد دلوقتي الكشف المبكر عنه مهم جدا. طبعا كونه يزحف، كونه يقعد عند 6 شهور، كونه يزحف كراول عند 9 شهور، كونه يبتدي يسند عند سن سنه. كل الحاجات دي ممكن تبقى مرض بسيط خالص لين العظام، وممكن يبقى لا قدر الله نسبه ضمور في المخ تحتاج اشعه سونار على المخ، ودي برضو متوفره عندنا الالترا ساوند. او ممكن يكون محتاج بقى رنين مغناطيسي، والخدمات اللي احنا بنطمح ان شاء الله فيها الاشعه المقطعيه او الرنين المغناطيسي او العلاج المائي. طبعا في مرض برضو مجرد حضرتك طبعا حضرتك القضاء على شلل الاطفال، احنا بيجي لنا زيارات متكرره من الدبليو اتش او منظمه الصحه العالميه علشان تطمن على القضاء مصر على شلل الاطفال. طبعا اخر حاله كانت موجوده سنه 2005 والحمد لله مصر خاليه من شلل الاطفال دلوقتي، تطعيمات بتتاخد في ميعادها. بس في امراض مصاحبه زي مثلا مرض جوان باري سندروم، دوت الطفل بيبقى عنده زي ارتخاء في العضلات وفي الاعصاب، طبعا ده ده غير لين بيأثر على العظام نشأه. ده. ده غير لين العظام. ده مرض طبعا هو خطير لو اتمكن من الطفل، واحنا عندنا الحمد لله العلاج بتاعه بالجاما جلوبولينز، وده علاج يعني الحقنه الواحده دلوقتي تقريبا تكلفتها 4000 جنيه، متوفر عندنا بالمجاني في المعهد. الحمد لله بالمجاني. بالمجان. تمام. ده طبعا الام لما بتلاحظ بعد اي دور برد او ارتفاع في درجه الحراره، طبعا بعد زيارتها لمستشفى الحميات برضو تابعه لهيئه المستشفيات التعليميه وجنبينا حميات امبابه،
طبعا لما بيجي لنا الطفل لو عنده ارتخاء في العضلات او في الاعصاب، زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا وحده متكامله للفسيولوجيا الاكلينيكيه بيتم قياس رسم العصب ورسم العضلات ليه. لو فعلا تبين ان عنده قصور وفي حالات لسه محجوزه عندنا، بيتم اعطاء الحقن في الوقت المناسب، ومن ثم تحويله لاسم التاهيل او اسم العلاج الطبيعي علشان يبدا الجلسات لحد ما يستعيد الوظيفه المثلى لحركه العصب عنده ولحركه بالتالي الاطراف السفليه. لان المرض ده لو اتساب للاسف هو اسندنج مانر بتحصل له، ان هو بيصيب الطفل من الاطراف السفليه ممكن يلحق بالاطراف العلويه ابطو انه ياثر على التنفس كمان. عنده والبلع. آه. طبعا في مرض مشابه ليه تاني اللي هو اعطاء الحقنه في مكان خاطئ. الطفل قبل 3 سنين، وده يمكن اللي احنا بنحاول ننزل حملات توعويه دلوقتي بيه، ان الطفل المفروض ياخد الحقنه في الجانب الفخذ من الخارج مكان حقنه التطعيم في الاطفال، لكن كونه ياخدها ورا دوت طبعا غلط. وده للاسف يعني اماكن كتير ده ممكن بتتهاون مع يعمل له الاطفال. ايه ده حاجه السياتيكا اللي هو الالتهاب العصب النسوي لو جه في الاطفال، لان مسار العصب السياتيك نيرف كورس ما بيبقاش زينا احنا الكبار، بيبقى لسه ما خدش الكورس الطبيعي بتاعه، فطبعا ده ممكن يسبب شلل. برضه في بدايته لو تلاحظ في اول اسبوع بيبقى مؤقت، وان شاء الله بيتلحق بمجرد بكبيره. واحيانا لا قدر الله لو عمل ديفورميتي في العظم بيبقى عمليه يعني ممكن للاستعداد يعني ناخد للتشوه بالنا ده. ان ممكن حقن التطعيم للطفل ممكن تسبب له لو لو متاخده ما غلط. اتاخدتش او حقن المضاد الحيوي بالذات، لانها سوري بتتاخد في صيدليه او في مكان غير مصرح بيه، او الام ممكن تستسهل لو هي عندها خبره في الحقن فتديله وتفتكر انها الحقن. بتدي الصغير زي الكبير. امم طبعا في نشاط مستحدث عندنا في المعهد دلوقتي اللي هو نشاط الخدمه المجتمعيه. احنا يعني طبعا الوقايه تغني عن العلاج. الوقايه زي ما هي موجوده في امراض البرد او امراض نقل العدوى، فلازم تكون موجوده في الامراض العصبيه والحركيه. انا لاحظنا يعني في العياده عندنا، والحمد لله احنا بدينا بجمعيه مرضى شلل الاطفال، ده هي انتوا مجاوره بقى للمعهد كدكاتره يا دكتوره بتروحوا لهم؟ بنروح لهم فعلا في اماكن الجمعيات دي، او في اماكن مراكز الشباب زي نادي معهد شلل الاطفال، وهو برضه ملحق للمعهد بالمعهد يعني وجنبه. بس تبع طبعا الشباب والرياضه. تمام. فاحنا ابتدينا نعمل حملات توعويه لنشر فكره ان امتى تكشفي بطفلك، امتى ممكن تلاحظي ان ده تشوه في العظام محتاج تدخل جراحي. مريض التوحد المفروض تتعاملي معاه ازاي، مش تنبذيه وتقعديه في مكان بين التلفزيون والمواد الحافظه اللي بتزود مرض فرط الحركه. صعوبات التعلم، احنا عندنا التدخل المبكر، عندنا وحده متكامله لصعوبات التعلم سواء تنميه المهارات او تعديل السلوك، لان طبعا دي تاثيرها بيبقى احسن من الادويه اللي طب انا فيها شايفه كيماويات. المعهد يعني في كل حاجه، في كل التخصصات ما انا عدا كده. الخدمات الجراحيه اللي لسه بقى منتظره التطوير. الخدمات الجراحيه. طب دكتوره، اكيد بقى يعني اللي بيعمل في المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي كاطباء كتمريض كفنيين كعاملين اكيد مختلفين عن اللي بيعملوا في اي مستشفيات اخرى. هل مثلا بياخدوا تدريبات مختلفة؟ هل دايما بيتم تدريبهم؟ هل في مثلا محاضرات مثلا بتتم بياخدوها على طول؟ عايز اعرف لانهم اكيد في التعامل مع النوع ده مختلفين. هو احنا لو الشق الايمن عندنا هو الناحيه العلاجيه، فالشق الايمن برضه مش هو الناحيه التدريبيه. طبعا هي دي غايه هيئه المستشفيات والمعهد بتحقق زاويه بعد الجامعه على طول لنشر التدريب والتنقل الخبرات. طبعا احنا سواء مصنع الاطراف الصناعيه، احنا بيجي لنا تدريب من المانيا عن طريق منظمه الجي اي زد، ودي منظمه بتكفل نشر ده للاطراف الصناعيه. للاطراف الصناعيه مثلا. وفي جامعات عندنا بتتدرب، المعهد الفني الصحي نفسه عندنا خريجينه اللي بيتعينوا في المعهد عندنا في قسم الاطراف الصناعيه او في قسم الاشعه، او طبعا قسم الاجهزه الطبيه. ده بيجي ياخد يعني التعليم والشق التدريبي عندنا في المعهد. احنا عندنا مدرسه تمريض، مدرسه التمريض دي فيها 5 دفعات، حتى الاولى على مستوى الجيزه والقاهره كانت من عندنا. عظام. الشق التدريبي بيشمل الاطباء طبعا النواب، انا بقول لك احنا زي الجامعه يعني الكونتينيوس ريزيدنت تريننج، ده التدريب المستمر للاطباء صغار الاطباء وللنواب، ليه عندنا كورسز، وطبعا بيتدربوا من اول ما بيبتدوا مع جنرال كلينيك العياده العامه لحد التخصصيه. لان انا مشكلتي ان انا ما ينفعش ادخلك على تخصص العظام كديزيز وبس، لازم برضو اعلمك مبادئ وان كانت بسيطه في التروما في عياده الجبس مثلا، وبعدين ابتدي اخليك تلقط التشوه ازاي. نفس الحكايه بالنسبه للاطفال، لازم تتعامل مع الكومن كولد والالتهاب الرئوي والنزله المعويه، وبعدين ابتدي اقول لك لا انت بتلقط ضمور الاعصاب وضمور العضلات والشلل الدماغي ازاي، والتاخر الذهني والتوحد وصعوبات التعلم. نفس الحكايه برضو بالنسبه للريهابيليتيشن، قبل ما ادخلك مصنع الاطراف الصناعيه يقول لك هتركب الطرف وتعمل القياس للمريض ازاي وتشرف على الفنيين. دي كلها حاجات خدمات تاهيليه بدربه ازاي يتصرف تمام. كده. ابتو ان احنا عندنا عندنا جامعه حلوان يعني الاخصائيات الاجتماعيات لما لقوا ان ذوي الهمم
فعلا التعامل معاهم محتاج خبره معينه دقيقه، وطبعا ده مجال عمل رابح بالنسبه لهم. قرروا ان دي تبقى وجهه تدريبهم. يعني انا لسه ماضيه معاهم ان هم هيجوا يتدربوا، وفعلا كانوا بيتدربوا من السنه اللي فاتت، اللي هي جامعه حلوان للخدمه الاجتماعيه. هم بيتدربوا عايزين عندكم ازاي يتم التعامل مع ذوي مع الهمم. ذوي الهمم وذويهم، لان طبعا دي حضرتك معامله خاصه زي ما طبعا. قلت لحضرتك. الام اللي بيبقى عندها اكتر من طفل مصاب يعني هي فعلا محتاجه كل الدعم. طب المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي اكيد بقى فيه تقنيات مختلفه، يعني كل الاقسام حاجه قلتي لي عليها دي اكيد محتاجين تقنيات مختلفه عن اي مستشفى تانية. ايه التقنيات اللي موجوده عندكم مش موجوده في اي مكان تاني؟ زي ما قلت لحضرتك الخبره البشريه انا بالنسبه لي ده اقوى سلاح عندي. طبعا الحاجات المتفرده زي مصنع الاطراف الصناعيه، معمل الحركه، عياده الوراثه اللي للاسف لسه معملها تحت التطوير، بصمه القدم، احدث اجهزه لرسم المخ العادي والمطول، رسم الاعصاب ورسم العضلات، الاشعه التصادميه لعلاج الشوكه العظميه، يمكن الدكسة قياس هشاشة العظام طبعا تمام. مع الهرمونات فيتامين د. والمعمل عندنا الباراثايرويد هرمون، لان طبعا التأخر الذهني بيبقى ملاحق لإصابات الغدة الدرقية. وطبعا عندنا الالترا ساوند، السونار عندنا لاول مره حضرتك بيستخدم. شايفه بقى محتاجين ايه في المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي؟ ايه اللي يعني اللي تطمحي انه يحصل فيه؟ ان شاء الله سنه 25 باذن الله يتم افتتاح بقى المشروع الكبير عندنا. وطبعا احنا الدوله يعني شاركت معانا طبعا. يعني طبعا الحمد لله. مصنع الاطراف الصناعيه حوالي 23 مليون، المشروع الجديد ده حوالي نص مليار. المشروع دوت طبعا يعني مش قادره اقول لحضرتك، يعني هو حلم للمعهد كله طبعا ان اقسامه ترجع تجتمع تاني في مكان واحد. طبعا هيبقى العمليات الجراحيه بنظام الكبسولات، هيبقى فيه العلاج المائي، العلاج الطبيعي، هيبقى فيه احدث الاجهزه محتاجين لاستحداث نتكلم قسم طب اكتر واكتر رياضي. يا دكتوره، تبقي معانا ان شاء الله ونستكمل يا حوارنا. استاذه دينا نورتينا يا دكتوره. سيب بشكر طبعا ذوقك. دكتوره رشا عاطف عسقلاني عميد المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي. شكرا لحضرتك، نورتينا. ميرسي يا فندم، شكرا. خلص حلقتنا معاكم النهارده، يا رب الصحه والسلامه لكل مشاهدينا، وان شاء الله نلتقي بكم على خير مع حلقات تانية من بلطو ابيض.